السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو اليوم فغنشارك معكم تجربتي الاولى لتطريز الشلابه بالطرز الرباطي. غنشارك معكم تقنيه جد سهله وبسيطه خصوصا للمبتدئات اللي بغات تطرز الشلابه لبنيتها او لراسها. فغنشارك معكم واحد الطريقه جد سهله، فتابعوا معايا الفيديو لطريقه تطريز هذه الشلابه. فبسم الله وعلى بركة الله. من بعد البنات مما كنوجد عندي الرشمه، كناخذ واحد الضوفه الامامي ديال الشلابه. بالنسبه لهاد الرشمه فغنديرها في الجنب الايمن ديال الشلابه. صافي كناخذ هكايا العبار. بالنسبه هنايا كناخذ الفتحه ديال العنق اللي كنبطو بها ب 8 سنتيم، ومن بعد كنخلي واحد 2 سنتيم اللي غتجي فيه هكايا تكفيفه اولا الرنده. بالنسبه ليا فهاد الشلابه غنخدمها بالرنده. ومن بعد كناخذ ديك الرشمه ديالي اللي وجدت من قبل. بالنسبه للبنات هاد الرشمه فوجدتها فقط على الورق ديال المربعات، يعني رسمتها في الورق ديال المربعات، فسهله وبسيطه باش تحضريها. صافي كنحط الرشمه ديالي هنايا، كنجرب القب ديالي ملي كيتقلب غيتحط ليا على داك الفوقاني ديال الرشمه، فكنهبطها شويه باش ناخذ العبار فين نحطها وما يتقلبش عليها القب ويدرجها ليا. من بعد ما شديت ليها العبار فغنفيكسيها في هاد البلاصه. صافي كنشدها بالبراوات بهذا الشكل اولا باللصق، المهم تثبتوها مزيان. ومن بعد كناخذ الكربونه كنحطها تحت من ديك الرشمه ونرشم عليها باش ديك الكربونه ترسم ليا على القماش ديالي. صافي البنات بالنسبه ليا فاستعملت هنا المسطره لان جميع الخلاله يعني فيها الخطوط، فاستعملت المسطره باش تجيني سهله وبسيطه باش نرسمها على القماش. من بعد ما كنعاود هذيك الرشمه كامله كتجي بهذا الشكل البنات. دائما كنخدموا يعني كنديروا داك الرشمه يعني داك الكربون اللي ما غاديش يبقى باين لينا في القماش. هنا عندنا القماش في اللون الاخضر الفاتح فدرت الكربونه باللون الابيض. صافي هنا بديت الخدمه ديالي. خديت الخيط ديال الحرير اللي كنبرموه هكايا على 4، كنبرموه على 4 وكنديروه في البرا. من بعدها كناخذوا الخيط كناخذوا البرا كنخرجها بهذا الشكل وكنردوها بهذه الطريقه. كنتمو غادين مع دوك الخطوط ديالنا، دوك الخطوط ديال الرسمه ديالنا كنبقاو غادين بالغرزه الخلفيه بهذا الشكل. كما كتلاحظوا كنخرجوا البرا وكنرجعوا عاوتاني فين كنا دخلنا المره الاولى وكنخرجوا على بعد 1 ملم ولا 2 ملم. صافي كنبقاو بنفس الطريقه حتى غنكملوا الرشمه ديالنا كامله بهذا الشكل. بالنسبه لهذه الطريقه البنات فهي كتصلح للمبتدئات لان انا اول مره ندير هذا الطرز الرباطي، فاستعملت هذه التقنيه باش نجي يعني ما نكونش كنخرج في الغرزه وندخل في الغرزه. فاستعملت هذه الغرزه الخلفيه اللي كنمشي مع الخط كامل. من بعد ما كنمشي مع الخطوط كاملين بالغرزه الخلفيه غنجي البنات ندير غرزه حشو. غندير غرزه حشو في هذه الخلاله. يمكن لك ديريها في الخلاله كامله اولا انا هنايا يعني درت غير شي بلايص وشي بلايص خليتهم فقط بالغرزه الخلفيه، اللي يمكن لك ايضا تخليها فقط بالغرزه الخلفيه. فالغرزه ديك الغرزه الخلفيه كتجي انيقه وسهله وبسيطه خصوصا للمبتدئات اللي عمرها ما دارت التطريز، فيمكن ليها طرز جلابيت بنتها بهذا الشكل بهذه الطريقه، فهي سهله وبسيطه. صافي غنعمر هاد البلاصه بالغرزه الخلفيه كما كتلاحظوا يعني بالغرزه حشو عفوا. كما كتلاحظوا فكنعمر دائما كنضرب لداخل ديال ديك الغرزه الخلفيه، يعني داك السطر ديال الغرزه الخلفيه كنديروا فقط بحال الحدود باش نعرف فين نضرب هاد غرزه حشو، لان الا ما درتيش دوك الخطوط غيجيك واعر تعمريها بهاد غرزه حشو خصوصا للمبتدئات. فهاد التقنيه جد سهله وبسيطه وكيبان لك يعني داك الطرز ديالك كيبان متقون. صافي هنايا غادي نعمر ايضا هاد الورده من الوسط. بالنسبه للبنات هنا غندير عاوتاني الغرزه الخلفيه
لان زدت دوك المثلثات المعينات اللي كاينين الوسط كما كتلاحظوا، زدتهم يلا زدتهم دابا قلم الرصاص باش يجيوني هكايا، تجيني يعني باش نعمرهم ايضا هم هيا بديك الغرزه حشو. نعمر فقط الوسط بهذا الشكل، تجي وريضه نقيه وتجي عاطيه المنظر. صافي كنعمرها بغرزه حشو حتى كنعمرها كامله. نعمر 3 الاخرين كتجي بهذا الشكل كما كتلاحظوا. الان ساليت في التعمار ديال هاد الخلاله. بالنسبه دوك المثلثات اللي كاينين في الجناب فغنخليهم كما هما، يعني ما غاديش نعمرهم، نخليهم فقط بالغرزه الخلفيه كما كتلاحظوا، يعني كتجي بحال الغرزه ديال الماكينه. من بعد البنات هنا كناخذ خيط وبره وبعض العقيق ايضا، كنخرجوا الخيط ديالنا وكندير فيه العقيق. هنا كنديروا واحد الكميه تاع العقيق 9 ولا 10 ولا المهم الكميه اللي بغيتي على حسب طول الهدوب اللي بغيتي يكون في هاد الخلاله ديالك. صافي كان هنا البنات كما كتلاحظوا راه كنحيد واحد العقيقه ونرجع البره في العقيق الاخر، وكنحيد واحد العقيقه باش تبقى ليا بحال العقده بهذا الشكل كما كتلاحظوا كيجيو بهذا الشكل. بالنسبه هنا الطول ديال هاد الهدوب ديال العقيق فانت كتحكمي على الطول اللي بغيتي. انا استعملت هاد العقيق الكريستال، يمكن لك تستعملي اي عقيق متواجد عندك، يعني المهرس ولا اي عقيق. ايضا المهرس كيجي رائع في هاد الرشمه. صافي البنات ندير نفس الطريقه، كنكمل بنفس الطريقه. بالنسبه هنا الخيط فعندي الخيط فقط ديال الحرير برمته على واحد، يعني الخيط باش درت هاد الخلاله باش طرزت هاد الخلاله نفسه اللي كنبرمو على واحد، وكنستخدمو في هاد يعني اللي عمل هاد الهدوب بهاد العقيق. صافي كنطلعوا شويه في الجناب ديال هاد المثلث وكنديروا خيط واحد اخر. هنا غنكتفي ب3 تاع الخيوطه ديال العقيق اللي يمكن لك يعني ديري الكميه اللي بغيتي، يعني باغا ديري داك المثلث كامل من التحت من الجوانب الاضلع ديال هذا المثلث من الجناب ديريه. انا اكتفيت ب3 الخيوط اللي كيجي بهذا الشكل كما كتلاحظوا. غندخل الخيط ديالي لداخل وغنعقد الخيط ديالي وكتجي بهذا الشكل. هذا الرشمه كما كتلاحظوا كيجيو بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الخلاله ديالنا كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل. وهذه هي الجلابه اللي فات ليا شاركت معكم طريقه تفصيلها. بالنسبه للبنات طريقه تفصيل هذه الجلابه فغنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وايضا غنشارك معكم ان شاء الله طريقه تطريز طريقه عمل الطريس، وايضا الرانده ديال الثلاثيه على طول الجلابه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو شيء بسيط خصوصا المبتدئات. وما تنسونيش باللايكات والبارطاج للفيديو باش تعموا الفائده، والى اللقاء.